بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا مبتدئين الفيديو بتاعنا بشوية البط السوداني بتاعنا. طبعا دول فيهم 4 شغالين و2 لسه أول شغل وبرضه ذكر أول شغل وذكر شغال. عندنا مفاجأة النهاردة في الفيديو، بس نستنى الأول نحط الأكل والرز عشان طبعا نخلي الصوت بعيد عننا خالص. نحطله شوية خضرة وشوية عيش كده على بعض عند أكل عشان هما موجودين برضه في الفيديو. هنروح نحطهم طبعا عشان نعرف نتكلم. طبعا صوت الرز انتوا عارفين عالي ازاي. الله أكبر، النتايجين كل واحدة جايبة 9 وكل واحدة عليها بيضة كده تقريبا، كل واحدة 10 20. وطبعا هنشوفهم مع بعض في الفيديوهات اللي جاية اللي احنا هنرقدهم. خلينا نكمل بس باقي الأكل للطيور. طبعا ده الرز البسمتي بنجيبه من حد يعني من مطعم، فلما بيرموه بيبيعوا الجرد اللي قدامكوا دوت ب15 جنيه. ده رز بسمتي صافي معهوش أي حاجة. عندنا بتاع سمك، كل يوم بجيب من عنده جردل للسمك، اللي هو التنظيف بتاع السمك. طبعا مبيبقاش فيه الشوك الكبير برميه، ده طبعا اللي هو اللي بيبقى جوه السمك. بنسلقه زي ما انتوا شايفين. دول الفراخ الهندي بتاعنا. عندنا فراخ هندي، عندنا فراخ بلدي او بلدي مسعر تقريبا. عندنا شوية السمك، وهنجيب الرز البسمتي ده. طبعا لو هتجيب كيلو علف من 30 جنيه 25 جنيه، يعني الشغلة دي كلها مكلفة بتاع حوالي 20 جنيه. بقلبهم على بعض، والفراخ والبط والحمام وكله، بس مش بحط منه للوز. الرز بيبقى أكله معروف، اللي هو الخضرة والعيش بس. والفرخة اللي هي في الوش دي برهمة ديت كنت جايب 4 بس محصلش نصيب، ماتوا 3. فاضل واحدة تقريبا هو فيهم ديك. بس عندي البط السوداني دوت مش بيبقى مقبل على الأكل أوي، يعني حالات كده، يوم بتلاقيه ياكل ويوم بتلاقيه بعيد عن الأكل. هو واقف بعيد اهو. طبعا بزقه ناحية الأكل برضو. هو مش باكل غير بعيد عن الفراخ الهندي غبية شوية، والديك برضو بيمسكهم يضربهم، فعشان كده هما بيخافوا منه. خلينا بس نشوف الفرخة الهندي بتاعتنا رقدت كده ولا لسه. طبعا انا مجهز لها حوالي 25 بيضة. طبعا مش هي اللي بايضة كله 25، هي بايضة حوالي 12 او 13. وحطيت مع الديك، هي لوحدها كانت بتبيض، وحطيت معاها فرخة بلدي، فهما الاتنين كانوا بيبيضوا. بس اللي تحتيهم بيضة حمرا وبيضة بيضة كده لونها أبيض. واللي جوه دي برضه بيضة فرخة تانية. هجيبها لهم واحطها لهم ونشوف في اخر الفيديو ان شاء الله كده واحنا بنرقدها على حوالي 24 25 بيضة تقريبا. هما كتير عليها شوية، بس انا الفرخة الهندي حجمها حلو، ولو لقيت بيض بعيد عنها يعني مش متدفي كويس، ممكن ننقص منه لحد 20 بيضة مثلا او 18 بيضة يعني. هو مش طمع، بس هي الفرخة الهندي بتبقى حلوة في التطليع، يعني كل اللي على السطوح دوت منها ومن الفرخة الواقفة معانا في الفيديو دي اللي هي بتاكل دي. انا كنت جايب 2 شغالين، ما كنتش شاريهم، كنت مبدلهم بوز. حد كان عنده فرختين دول شغالين عرضهم هو وديك، فانا اخدت منه الفرختين، بس ما اشتريتهمش، انا بدلتهم منه بوز. بدلتهم تقريبا كانوا 4 وزات، فعطيتهم له بالفرختين. طبعا الكلام ده كان السنة اللي فاتت، فكان الوز ما كانش لسه غالي اوي كده يعني. وكان في واحدة لوحدها فردانية، وز الفردانية كان فيهم 3 ديوك صغيرين، كانوا لسه كتاكيت من عمر تقريبا 15 يوم. هوريهم لكم دلوقتي اللي هم الحمر اللي هم العاليين دول. انما السود اللي على السطح دول بتاع. انا كنت جايب 4 فرخات هندي من اللي هم كتاكيت، مات منهم 2 واتبقى 2، واحد دبحته وواحد خليته، عشان طبعا لما كبروا بقوا بيضربوا بعض جامد كده يعني. دي العشة جوه بتاعت الفراخ، ودول الحمام بتاعنا. عندي دكرين، دكر وانتايا هزاز
وانت هزاز بيضة مع دكر انجليزي، دول مش بيبيضوا، دول بحضن تحتهم بس، يعني بيض فراخ بحط تحتهم، بيض بط كده يعني، بيضتين بط بيضتين فراخ، وربنا بيكرم منهم يعني. اللي هم على السطح دول اللي هو الفراخ والبط السوداني بتاعنا. وطبعا اللي محتاج اي حاجة انا في اسكندرية يتواصل معايا، وانا ما عنديش مانع ان انا يعني ابيع له اي حاجة يعني. بس طبعا الحاجة اللي انا مستغني عنها اللي انا بقدر ابيعها، انما الحاجات اللي مش مستغني عنها ما مش هبيعها طبعا. لسه ان شاء الله يعني بكرة هروح اجيب فراخ بيضة، وطبعا هصورهم معاكم برضو. ممكن نعرف نصور في السوق بتاع المعمورة بتاع اسكندرية، ده بيبقى يوم السبت. طبعا خلينا الاول نجهز المكان بتاع الفرخة، ونشوف البيضة اللي احنا حوشنا كام بيضة. طبعا انا معود الحاجات عندي يعني، الحمد لله الحمد لله. الوز مثلا ممكن يدعى في مكان على السطح مش محبوس، لان الوز لما بيتحبس عندي مش بيكسر يعني. فالوز الفرخة سبتها مع الديك هناك لحد ما رقدت زي ما حضراتكم شايفين، وهنجهز لها المكان ونشوف كام بيضة احنا حوشناهم. طبعا فيها هتلاقوا بيض قشرته بيضة كده، وبيض قشرته حمرا، ده القشرة الحمرا دوت الهندي، والقشرة البيضة ده البلدي. تقريبا هما يعني دول 21، وفي 3 هناك تحتها، هيبقوا 24 بيضة تقريبا يعني، أو 25. طبعا لازم عشان تحط البيض بتحط طبعا في تبن وفي قش كده يعني، عشان خاطر ما يتكسرش. طبعا بس الفرق بين البيض الفرخة الهندي الحمرا والفرخة البلدي بيضة اهو. طبعا ربنا يكرم، انا طبعا مش هبيع منه يعني، فعشان كده مش خايف اللي هو مثلا كتاكيت لما تطلع تتلخبط. هو الحمد لله يعني يديك مستوى حلو. حتى الفراخ اللي هي البلدي الهندي اللي هي مش صافي، اللي هي المهجنة دي يعني، بتطلع حلوة اوي، لان عشان خاطر الفراخ عندي اللي هي حجمها حلو وشكلها كبير كده، فاديك معاها الديك الهندي بيبقى حلو جدا. دينا هنرص البيت كده ونحط عليهم الفرخة وربنا يكرم، بس يا رب ربنا يهديها بقى وترقد. المرة اللي فاتت انا نقلتها مرتين وفضلت راقدة يعني عادي. ايه، ربنا يسهل ان شاء الله وترقد. طبعا هي مستغربة المكان، مش ده المكان اللي انا كنت قاعدة فيه يعني. فخلينا ان شاء الله نشوف كده ايه الدنيا معاها النهاردة. لو ما رقدتش النهاردة ممكن نرجعها مكانها تاني، بس طبعا هرجعها مكانها هناك. الفرخة التانية الهندي اختها باضت، فاحنا لازم هنرجعها، نفضلها العشة يعني عشان تبقى راقدة براحتها. بس المشكلة هناك في العشة مش هينفع عشان خاطر الدنيا بتشتي والمية بتنزل في العشة يعني. فانا قلت مكان البيت ممكن اقدر اداريه شوية وبعدين سقعة، انما العشة ديت بتاعت التحضير يعني زي ما انتوا شايفين كده، جايب لها 2 3 زي دولاب مطبخ كده يعني، واحد في الجنب واحد في الجنب التاني برقد فيه الوز، ولو بطة فرخة كده يعني. دول الرصيتين بتوعنا والدفن ان شاء الله. طبعا الوش الاولاني مخدناش منه اي حاجة لان البيت كله طلع فاضي، مع ان الدكر حلو شغال. ده الديك الهندي بتاعنا. دي الفرخة التانية طبعا الهندي، بس الله اكبر يعني الراجل طلع ابن حلال، ولما بدلهم معايا طلعوا كويسين وشغالين. هما دول تاني عش عندي، هم اللي